حكيم وقوي وقوي الشخصية، ده بيكون وقت المواقف أو وقت الغضب. حاول تمسك لسانك وحاول تفكر في الكلمة قبل ما هتقولها، عشان ما تضطرش آسفا تعتذر وتتأسف على كل حاجة الواحد بيعملها في لحظات الغضب. ويا عالم أسفك ده بيتقبل ولا لا، لأن العصبية بتبقى لحظة والندم بيبقى والله عمر، بالظبط زي لحظات الزنا اللي ناس مننا للأسف كتيرة بتقع فيها. خلي بالك ما تتعصبش، ولو اتعصبت ما تخليش لسانك يغلط وقت العصبية. افتكر دايما الصمت حكمة في أوقات كتير جدا. صلى على الحبيب.